عارف كان عايز يمضيني على قد ايه؟ قد ايه؟ على 200,000 يورو. انت خاطب؟ كنت زي خاطب وكده بس ما حصلش نصيب، يعني اتعرفت عليها وبقينا يعني اصحاب، وبعدين بقى انا عايز اخلي الحوار يبقى جد وكده، وعرفت اهلي، رحت اتقدمت، البنت بتحبني وانا بحبها وكده، وكنت راجل معاها ورحت. فبعدين لقيتهم بقى بيقول لك احنا عايزين نضمن حق بنتنا. نضمن حق بنتنا؟ يعني ايه بقى؟ بعد ما اتكلمنا والكلام والعشم والكلام الحلو الاولاني ده، لازم اقل حاجه زي ما بنجيب في مصر وهنعمل قايمه زي في مصر، وما كانش عندي اي مشكله. لقيت بقى في حوارات تانية انه عايز يمضيني على شيك، بيقول لي انا ايه ضمني انت جاي عشان ورق. عارف كان عايز يمضيني على قد ايه؟ قد ايه؟ على 200,000 يورو. كل تفكيرهم ان انت رايح لهم بس عشان عايز ورق. هو قالها لك كده؟ اتقالت كده في وسط القعده، قال لي قال لك مش ايه ضمني انك انت جاي عايز بنتي غير لفتره محدوده، انك بعد ما تاخد ورق بعد كده ما تسيبهاش ولا تطلع. تحس ان هو داخل في بيعه، مش اي حد يرضى بالكلام ده. حتى الناس اللي انا كنت واخدها معايا ما عجبهاش الكلام، انه بعدين حتى انا لو اتخانقت معاها مش هقدر اكلمها كراجل. طب بعدين انا افرض ده انا اتخانقت معاها، افرض ما حصلش نصيب وما كملناش مع بعض، كل حاجه راحت مني وهتحبس باللي انا همضي عليه، وحياتي هتبوظ وكل حاجه هتبوظ. كل ده عشان جوازك، عشان البنت اللي انت بتحبها. وكل ده عشان جوازه وعشان البنت اللي انا بحبها وكده. ابويا ما وافقش ولا حتى الناس اللي كانت معاه وافقت، وقال له يعني دلوقتي هو راجل ازاي هيتعامل مع مراته وهو عارف ان هو لو في يوم من الايام مد ايده عليها بس ولا قال لك كلمه وحشه هحبس نفسي. وبعدين انا راجل من البحيره، من الفلاحين، ناس ارياف، فما اقدرش اعيش كده. هي البنت ما كانتش حابه ان ابوها يقول كده ولا اهلها يقولوا كده، وانا ما كنتش حابب ان اقع في الموقف دوت. ما اقدرش اعيش مع واحده اللي هي يوم ما اقدر ازعلها اهلها ممكن يأذوني. ما حصلش نصيب.